هقول لك معلومه تخضك. عمرك جه في دماغك ان في علاقه ما بين تغير المناخ والزياده السكانيه؟ انا محمد الخولي، طبيب نفسي، وعشان نعرف نكلمكم كويس قوي في الزياده السكانيه وتغير المناخ كان لازم يكون معانا حد خبير في الموضوع. عشان كده ضيفتنا النهارده دكتوره سالي ساهر، مدير البرامج الصحيه بالوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. منورانا يا دكتوره والله. ميرسي، ربنا يخليك. دكتوره، انا يعني هناخد الموضوع شويه زياده سكانيه تغير المناخ، فاحنا الاول هنبدا واحده واحده كده. الزياده السكانيه ايه هي اسباب اصلا الزياده السكانيه؟ يعني احنا كتير ليه؟ كويس قوي، ده سؤال مهم جدا. الزيادة السكانية ليها أسباب عديدة، وأقدر أقول إن من أهم الأسباب دي هو الفقر أو قلة الدخل. في اعتقاد وفي تصرف من عائلات كبيرة قوي وأسر كبيرة قوي إن هم زيادة عمالة الأطفال تكون مصدر دخل رئيسي، فبالتالي الأسر بتعتمد على عمالة الأطفال، وده طبعا بيكون موجود في الريف المصري، ونقدر نقول ريف الوجه الإبلي على سبيل التحديد، إن الأطفال دي بتقدر تشتغل في جني المحاصيل وفي المزارع وبتوفر دخل للأسرة. برضو سبب مهم جدا هو نقص التعليم أو انخفاض في مستوى التعليم للزوج والزوجة، وبالذات الزوجة. أنا عايزة أقول إن التسرب من التعليم وانخفاض التعليم عند الفتيات بيؤدي إن البنت بتتجوز بدري، بيبقى في زواج مبكر، وبالتالي في زيادة في عدد الأطفال، وبتبتدي مرحلة الإنجاب بدري. يعني ممكن تتجوز وهي عندها 15 سنة وتبتدي بالظبط كده تخش في المرحلة دي لحد سن بقى 45 أو 50 سنة، فبتطول هذه الفترة مع زيادة عدد الأطفال. طبعاً الارتفاع مستوى التعليمي للفتاة بيؤدي ان ممكن هي يبقى فيه بقى طموح ومستقبل ووظيفة، وبتقدر ان هي تكون حياتها حياة أسرية منظمة، وبتهتم بتعليم أولادها وبتهتم بجودة الحياة، فبالتالي العيلة بتبقى صغيرة. برضو سبب مهم جدا هو الحاجة الغير ملباة. يعني ايه بقى بالظبط كده؟ يعني ايه الحاجة الغير ملباة؟ تعريف بسيط جدا هو ان الزوج والزوجة بيبقوا عايزين يستخدموا وسيلة تنظيم أسرة، بس مش قادرين او مش عارفين لأسباب كتيرة. نقص الوسيلة، هم مش عندهم معلومات كافية عن الوسيلة المناسبة، عدم وجود مقدم خدمة متاح او مكان تقديم الخدمة بعيد، فبالتالي هم عندهم الرغبة بس ما بيستخدموش وسيلة، وبيحصل حمل غير مرغوب فيه. فخلاص بنزيد بالظبط كده. طبعا زيادة نسبة الحاجة الغير ملباة بتؤدي إلى زيادة نسبة الحمل الغير مرغوب فيه والزيادة السكانية بالتبعية. طبعا في سبب نقدر نقول برضو التطور الطبي الحديث، زيادة الاكتشاف المبكر لكل جميع الأمراض بيؤدي إن إحنا عندنا قلة الوفيات وزيادة متوسط العمر. ده طبعا حاجة حلوة، هي حاجة جميلة جدا التطور الحديث ده، بس برضو زيادة معدل المواليد وانخفاض الوفيات بيخلي الميزان في زيادة سكانية. ممتاز. عايزة أقول برضو حاجة لطيفة جدا، إحنا في ظل جائحة كوفيد 19 من قبل مشروع تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة اللي احنا بنموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفذه شركة جون سنو، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان عملنا دراسة لطيفة قوي شفنا فيها تجارب الدول المختلفة أثناء الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض. لقينا إن وقت الكارثة الطبيعية أو انتشار الوباء أو زي جائحة كورونا أو كوفيد 19 بيبقى فيه انخفاض في معدل الخصوبة، بيليه ارتفاع في معدل الخصوبة، فطبعا ده برضو ممكن يؤدي للزيادة السكانية. طب واحنا في مصر كنا تمام يعني ماشيين على الموضوع ده، ولا كنا عندنا كنت حاسس ان احنا في ارتفاع في زيادة الخصوبة؟ والله الحمد لله، يعني انا عايزه اقول بسبب الجهود بقى المكثفه في زياده الاستخدام لوسائل تنظيم الاسره، وطبعا ان رئيس قضيه سكانيه على محور اهم حاجه من اهتمام واولويات الحكومه، فبالتالي الحمد لله قدرنا الفتره دي ان يكون في نتائج مبشره جدا من خلال مسح السكان للاسره بالظبط كده. فده الحمد لله اشار ان مفيش زياده، بس ده برضو ممكن زي ما قلت الكوارث الطبيعيه والجوائح ممكن تؤدي الى زياده سكانيه. ممتاز يا دكتور. طب يعني كده ملخص الموضوع ان الزياده السكانيه بنتكلم فكره فقر، عماله اطفال، زواج اطفال، بنتكلم في فكره ارتفاع مواليد، انخفاض وفيات، كل صحيح. دي حاجات ممكن نقول لها الاسباب اللي بتخلينا محطوطين في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. والتعليم طبعا. طيب ممتاز قوي. اشمعنى الفتره دي بدا يبقى في كلام اكتر عن موضوع تغير المناخ؟ هو في الفترة دي طبعا أكتر، هي مش حاجة جديدة طبعا، هو تغير المناخ يعني منذ فترة بعيدة. عايزة أقول إن تغير المناخ ده هو
نتيجة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. فغاز ثاني أكسيد الكربون ده بيعمل طبقة عازلة بيخلي فيه احتباس للغازات وفي زيادة في درجات الحرارة. الزيادة دي في درجات الحرارة بتؤثر على مش بس الطبيعة، بتؤثر على الإنسان في شكل مباشر وشكل غير مباشر. شكل مباشر ان زياده درجات الحراره هتؤثر على المحاصيل الزراعيه وممكن يبقى فيه نقص في الغذاء، فبالتالي ارتفاع اسعار الغذاء. برضو بشكل غير مباشر عايزه اقول على سبيل المثال هنا في جمهوريه مصر العربيه عندنا الشعب المرجانيه في البحر الاحمر. الشعب المرجانيه دي بتجذب السائحين، السياحه مصدر مهم جدا من مصادر الدخل القومي. فانت اما حراره المياه تزيد بتقتل او بتضر ضرر جسيم للشعب المرجانيه، فانت ممكن تفقد السياحه اللي هي مصدر للدخل القومي. فبالتالي تغير المناخ برضو بيبقى له اضرار كبيره جدا على صحه المواطن نفسه. زياده الحراره ممكن يبقى فيه أمراض بتسببها تغير المناخ، انتشار لبعض البكتيريا والفيروسات بسبب الاختلال البيولوجي، وهو في ارتفاع في درجة الحرارة، فبالتالي ممكن تنتشر الأمراض فبتصيب الإنسان بشكل مباشر. تمام. يعني اخر نقدر نقول ان تغير المناخ هو مش بس على فكره ان انا بسمع دلوقتي عشان احنا مهتمين في البلد بان احنا عندنا مؤتمر وكده، لا، في مشاكل حقيقيه انت كمواطن هتعيشها وهتلمسها بايديك. صح، هي علاقه وثيقه ووطيده جدا بين الزياده السكانيه وتغير المناخ. فانا عايزه اقول ان الزياده السكانيه بتزيد من اضرار تغير المناخ. اضرار بالظبط كده. فعايزه اقول ازاي العلاقه دي. طبعا هي علاقه منطقيه جدا. زيادة عدد السكان هيحصل زيادة للاستهلاك للموارد، فنقص للموارد الطبيعية. والموارد الطبيعية مش بس الغذاء لكن برضو المياه. بالنسبة لدور الجهات المانحة الدولية، هي بتقدم دعم مادي وفني للحكومة والوزارات المختلفة لتحقيق الأهداف من الاستراتيجية، سواء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أو استراتيجية مصر 2030. برضو في أهداف إنمائية للأمم المتحدة زي القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، برضو مكافحة أضرار تغير المناخ. فالجهات المانحة بتساعد الدولة عشان تحقيق هذه الأهداف. إحنا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنركز على مساعدة الدولة وتقديم الدعم الفني والمادي في كذا محور. أول حاجة محور زيادة جودة خدمات تنظيم الأسرة، والمحور الثاني محور توعوي، وهو ازاي ان يتم اتباع سلوك صحي من قبل افراد المجتمع، ومحور الشباب. خد محور بقى واحده واحده كده. زياده جوده دي احنا بنعمل ايه؟ طيب بالظبط كده. اهم حاجه هي في عناصر معينه عشان نقدر نقيم الخدمات الصحيه ونقول عليها انها ذات جوده عاليه. زي ان يكون في عندنا الكوادر، بناء الكوادر. فاحنا بنتم تدريب مقدمي الخدمه، جميع افراد مقدمي الخدمه، اطباء، ممرضين، رائدات ريفيات، مثقفين مجتمعيين، على جميع المواد التدريبيه الحديثه، الرسائل الحديثه، المعلومات التكنولوجيه بالنسبه للاطباء في تنظيم الاسره. فبيتم بناء الكوادر. برضو دلوقتي بالتعاون مع وزاره الصحه وفي ظل جائحه كورونا عملنا فكرة ان يتم الوصول الى المواد التدريبية من خلال الويب سايت او موقع وزارة الصحة والسكان. فبالتالي الاطباء ممكن ان هم، عشان احنا مش عارفين نتقابل في ورش عمل او دورات تدريبية تقليدية، فيقدروا ان هم يخشوا برضو عشان وقتهم. فالوقت اللي هو يشوفه مناسب يقدر يخش على الويب سايت ويشوف جميع المواد التدريبية موجودة هناك. برضو عشان يعني نقول نساعد الحكومة في تقديم الخدمات، ما يبقاش هي الحكومة المعنية فقط بتقديم خدمات تنظيم الأسرة. أشركنا القطاع الخاص، عملنا مذكرات تعاون مع نقابات الأطباء ونقابات الصيادلة، بحيث ان كل دكاترة القطاع الخاص والصيادلة يبقوا عندهم المعلومات اللازمة اللي تؤهلهم ان هم يقدروا يدوا معلومات صح عن تنظيم الأسرة، ومتقدمة ومشورة لكل جميع المنتفعين ليهم. ممتاز. فده بالنسبة للمحور اللي هو زيادة جودة الخدمات. محور ازاي اللي هو السلوك الصحي او كيفية تغيير السلوك لاتباع سلوك صحي. المحور ده انا عايزة اقول برضو اختص بيه ان احنا في ظل تغير المناخ
قدرنا ان احنا ندخل معلومات في جميع التدريبات اللي قمنا بيها عن ايه هو قضية تغير المناخ، ايه اضرار تغير المناخ، بحيث ان هم مقدمي الخدمة برضو يبقوا فاهمين يعني ايه تغير مناخ، ايه الاضرار، ويبقى عندهم وعي بالقضية دي. وبرضو عملنا تدريبات للرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات موجودين في جميع قرى مصر. احنا عندنا تقريبا تبع وزارة الصحة والسكان ما يقرب من 12,000 رائدة. ففي كل قرية في رائدات ريفيات، وهم بيخبطوا على البيوت، اقرب الناس للاسر، واقرب الناس للاسر. فانت ما بالتالي بتمدهم بالمعلومات الصحيحة، هيبقوا قناة اتصال كويسة جدا ويقدروا يوصلوا هذه المعلومات. فابتدينا برضو ندخل معلومات جديدة عن تغير المناخ والاضرار. محور الشباب بقى، الشباب وده محور مهم جدا جدا، لان طبعا من خلال الدراسات والبحوث احنا عارفين ان 60% من المجتمع المصري تقريبا في الفئة العمرية اللي هي يعني نقدر نقول من 19 ل 25 او 25 فئة الشباب بالظبط كده. فلازم يبقى في جهود يعني مبذولة لهذه الفئة، لان هم دول قادة المجتمع، هم دول قادة المستقبل. فاحنا من خلال محور الشباب عندنا اكتر من نشاط. على سبيل المثال دلوقتي شباب الجامعات عشان نزيد وعيهم بقضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عملنا مسابقة وبالشراكة مع المجلس الأعلى للجامعات. المسابقة دي بيبقى فيه زي ابليكيشن أو استمارة بتتوزع في جميع محافظات مصر من خلال ويب سايتس والسوشيال ميديا وهكذا. الشباب بيملوها، وبعدين بنبتدي بقى نشوف الابليكيشنز أو الاستمارات اللي هي فعلا غنية، وبنبتدي نعمل لهم انترفيو، والشباب يتم تكوين مجموعات عمل، والمجموعات العمل دي بتحصل على تدريب. الشباب دي بتكون طلاب جامعه، يعني طلاب لازم جامعة. يكون طالب جامعه بالظبط كده. تمام. وبيحصلوا على تدريب، وفي اخر التدريب بيقدم مشروع، وبالتالي المشروع ده بيبقى مركز على قضايا الصحة الإنجابية. هو عايز يعمل ايه، التدخل اللي هم كشباب شايفينه يقدر ينجح، وبياخدوا تمويل للمشروع ده وفعلا بينفذوه. طيب. فأنا شايفة إن دي المسابقة الشبابية دي الحمد لله احنا عملناها السنة اللي فاتت وبنكررها السنة دي، والمجلس الأعلى للجامعات خلاص بقى تولى القيادة، فهي ممكن يكون ليها استمرارية وتفضل إنها تتكرر، وهكذا نقدر إن احنا نكمل مع الشباب وإزاي هم يتفاعلوا مع قضايا تنظيم الأسرة، لأن هم دول أزواج وزوجات المستقبل. صحيح. طيب يعني يا دكتور، احنا الموضوع ده مهم قوي بصراحه، لان فكره احنا فاتحين فرصه دلوقتي، فكره ان الشباب يبقى ليهم دور حقيقي في التغيير، وان هم يعملوا مشاريع حقيقيه فيها دمج لتنظيم الاسره. اخد من حضرتك بقى توصيات كده نعملها كشعب، تمام، كمواطنين، برضه كمقدمي خدمه، تساعدنا في فكره قضايا المناخ والزياده السكانيه، المواجهه الحقيقيه. أول حاجة يعني عايزة أقول زيادة وعي المواطنين. يبقى لازم إحنا كل فرد في المجتمع يبقى فاهم يعني إيه تغير مناخ، إيه أسباب تغير المناخ، وإزاي في أضرار من تغير المناخ. لما إحنا يبقى عندنا المعلومات دي الكافية، هنيجي بقى نقدر نقول بعد كده نعرف إيه دور الفرد في مكافحة أضرار تغير المناخ. بس مبدئيا يبقى عندنا القاعدة المعلوماتية اللي هي ايه هي قضية تغير المناخ، ايه اسبابه وايه اضراره. النقطة الثانية ان ازاي زي ما قلنا في علاقة وثيقة بين الزيادة السكانية وتغير المناخ. فطبعا زيادة جودة خدمات تنظيم الأسرة، وازاي يبقى عندنا أسرة منظمة وفي زيادة سكانية منظمة، هو ده سبيل طبعا مهم جدا وتوصية وبنقوم عليها، بس طبعا محتاجين برضو مجهود أكبر عشان زيادة جودة هذه الخدمات. عايزة أقول النقطة الثالثة ودي أهم حاجة، هي إزاي التعاون بين الجهات الحكومية، الوزارات، المجتمع المدني، علشان إحنا دلوقتي عندنا استراتيجية قومية أو استراتيجية وطنية لتغير المناخ. طيب إزاي إن إحنا نتعاون كلنا علشان نحقق أهداف الاستراتيجية؟ فلازم يبقى في خطط تنفيذية. فالخطط التنفيذية وكل وزارة وكل جهة حكومية أو مجتمع مدني وجمعيات أهلية يبقى عارف دوره إيه في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية. تمام، ممتاز قوي. يعني أنا أتمنى بقى إن التوصيات إن شاء الله تدخل حيز التنفيذ بإذن الله. آخر حاجة بقى، أخد كلمة أخيرة من حضرتك، يعني عايزة تقوليها لينا، للناس، للمقدمين الخدمات، كلمة اللي حضرتك عايزة تقوليها. عايزة أقول يعني مهم جدا إن كل فرد في المجتمع يبقى عارف إيه دوره
في قضية الزيادة السكانية، ازاي ان هو يقدر ينظم اسرته، وازاي ان هو يقدر دلوقتي في جهود مبذولة كبيرة جدا من الدولة ومن القطاع الخاص في زيادة جودة خدمات تنظيم الأسرة. ايه الدور وازاي علينا مسؤولية ان احنا يبقى عندنا أسرة منظمة وزيادة سكانية منظمة. ومهم قوي برضو ان احنا يبقى بنقبل على المعرفة، نعرف ايه قضية، نبتدي نقرأ نعرف ايه قضية تغير المناخ، ايه الأضرار، ايه دورنا كأفراد في المجتمع. شكرا جدا يا دكتورة سالي. احنا مش بنخوفك من مصير مجهول ولا بنجبرك على اي حاجة، احنا بنقدم لك نصيحة على قد ما تقدر ان انت تبقى فاهم الزيادة السكانية وتأثيرها وفاهم تغير المناخ وتأثيره. خلي ليك دور ايجابي على قد ما تقدر وشارك في العمل الايجابي لتغيير التغير المناخي. شكرا جدا جدا.